هاد خيتي هادي زورات الاختبار ديال الحمل اللي كتطلع فيه جوج شرطات باش تبان باللي راها حامله، وخرجات عنده قالت له انا راني حامله. هو ما فهم حتى شي لعبه، مصدوم وما عرفش شنو غيقول لها. قال لها كيفاش، واش انت حامله، واش بصح وكذا. غادي يتزوج به، ولكن هو راه مزوج ديجا، عنده الزوجه ديالو ومرته، بدات كتعيط عليه. وهذه غادي نعرفوها من بعد باللي هي الصديقه ديال مراته. شوفوا معايا كيفاش هاد خونا هذا طاح في هاد العلاقه غير الشرعيه مع هاد خيتي هادي، وغادي تبين من بعد على ان مرته فعلا هي ما كتولدش، وطاح مع صاحبتها وبغات صاحبتها تلصق فيه باي وسيله، بغات تلصق فيه. الاخوه بارطاجوا المتابعه لاول مره كيشوف قصص فيها عبر. كاين عندنا باج فيسبوك وتيك توك الاخوان ويوتيوب الاخوان. يعني هو ما مستوعبش باللي راه محامله منه هادي وكذا. هو قال لها بلي انا راه مرتي ما كتولدش، وهادي راه عاد درنا واحد التيست ومازال ما خرجش. قالت له شوف كيفاش دير تبعد منها، ما هي ما كتولدش، اش بغيتي عندها، علاش انت ماشي موراها، علاش كذا. هادي صافي طلقها وبعد منها. المهم هو بغى يدير لها خاطره، صافي هو بغى يدير فيها الثقه. صافي قال لي انا غادي نمشي نشوف كيفاش ندير نبعد منها وغادي نطلقها وكذا كذا، ولكن بين ما يخرج ليا التيست ديالي انا وياها اللي دايرين في السبيطار. المهم هي اختنا فرحانه. شوفوا كيفاش هاد اختنا هادي طارت بالزوج ديال الصديقه ديالها. المهم هو مشى للدار كيجمع الباليزه ديالو، قال لها صافي راه غادي نمشي بحالي. هي جايه عنده كتقول له فين غادي ودي، فين غادي، شفت كتجمع الباليزه. صافي قال لها ما بقيتش بغيتك وكذا، هادي راه خرج التيست باللي انت ما كتولديش. يعني خرج التيست الاخوه اللي كانوا دايرين باللي هي ما كتولدش، يعني مراته طلعت عاقره. ولكن غيتبين من بعد على ان داك التيست خارج بالغلط. وصافي بات تقول لي شنو كتقولي، ما شنو كتقولي. المهم قال لها انت راه ما كتولديش. قال لها بغيتي تاكدي، ها هما الوراق عندي. هو يجبد لها الوراق الاخوان ديال التيست، هو يرميهم لها. قال لها تسناي هاك ها الوراق باللي راك انت ما كتولديش. شوف معايا كيفاش بغيت تخلى على مرته بهذه السهوله على ود الصديقه ديالها. يعني شوف الناس اللي كيديروا الصحابات الصديقات من بعد الزواج، راه ما كننصحش بهذه المسائل هذه. المراه فاش كتزوج اولا البنت فاش كتزوج صافي خصها تنسى شي حاجه سميتها الاصدقاء الصديقات كيجيو عندها غادي خيطي بيطي زيطي. ديك خيطي بيطي زيطي كدير بحال هاد المشاكل هادي. اللهم الواحد صافي بعد على هادشي. مشات عند الصديقه بدات كتشكي عليها، كتقول لها راه راجلك شنو كذا. هي ما في راسها ما تعاود بلا راه راجلها راه طايح مع هادي. شوف معايا كيفاش داير الديكور. قالت له تخلى عليا حاجه انا ما كنولدش وكذا وهادي والديكور. المهم قالت لها اختنا غنمشي نصايب لك شي حاجه ما تشربيها. المهم ناضت باش دير لها ما تشرب، وكيهضروا كيقرقبوا الناب عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه. بدات كتقول لي واش انت باقا كتثقي في الرجال راه ما فيهمش الثقه وكذا، راه كيلقاو شي وحده فيها شي ديف وكذا. كيمشي كيبدل مرتو شويه. صاحبتها مشات ناضت تجيب لي هذاك الموهيتو الاخوان. انت شويه كتشوف باللي ديك الايربودز ديال راجلها، ديك الايربودز هذه ديال راجلها غتحلها غادي تكونيكطا مع التليفون ديالها، حيت ديجا هي كانت كونيكتي في التليفون ديالها وديال راجلها. يعني طلعت ليها الايربودز الاخوان على انها راها ديجا كانت تما. هي تقول هاد الايربودز ديال راجلي اش كدير عند صاحبتي. صافي شداتها خباتها دارتها في جيبها، جابت لي هذاك الموهيتو الاخوان، وبداو كيقرقبوا لنا بهاد الجوج هادو الاخوان. اللي ما شافش البارت الاولى يرجع يشوف البارت الاولى باش يشوف كيفاش هاد الخيانه كيفاش وقعات. يعني انا كنصح عندنا البنات اللي كيتزوجوا خصهم يساليو من شي حاجه سميتها صاحبتي تجي عندي للدار وداك الشيء هذاك خصو يسالي. المهم مشات مسكينه جلست في الدار كتمسح التصاور ديال راجلها هي وياه وكذا وهادي. حتى شويه غيصوني ليها الدكتور صونا ليها ديال الاختبار ديال التحاليل. بدا كيهضر معاها كيقول لها انت يا فلانه وكذا هادي راه وقع واحد المشكل، راه الاختبار وقع فيه غلط باللي راه راجلك هو اللي ما كيولدش ماشي انت. راه تقلبوا الوراق تقلبوا والاختبارات تقلبوا، وباللي راه وصلتك الورقه بالغلط باللي راك انت كتولدي، ولكن هو اللي ما كيولدش. طلع هو اللي ما كيولدش الاخوان. باللي الطبيب عيط لها على هذه المساله وقال لها صافي انا جاي، ولكن عيط الراجل يخليه هو يجي ياخذ الورقه منكم. دابا هي قالت له خلي راجلي هو يجي. دابا راجلها هو اللي غيجي، راجلها غيجي للسبيطار الاخوان اللي هو هذا. المهم جالس راجلها عايش الرومانسيه هو وصاحبتها، وعايش ليا الامور مع راساتو، وهي دايره في هو داير في راسها بلي راه حامله منه صاحبتها وكذا. والروينه بلا طالعه جوج الشرطات وهي ما حامله ما حتى شي حاجه. شوف كيفاش داير هذا الشيء هذا الاخوه. شوفوا معايا هذه العلاقه الشرعيه كيفاش تمت. جا الطبيب قال له انت هو استاذ كذا كذا ما كذا، عطاه قال له الاختبار ديال التحاليل باللي راه طلع فيه واحد المشكل هذا، وجينا نخبروك باللي راه مرتك راه كتولد ولكن انت اللي ما كتولدش. صاحبته بقات حاله في امه. يعني صاحبته بدات حاله في امها. يعني كيفاش ما كتقول له ما يمكنش، قال له امبوسيبل. قال له راه هي راه حامله. كيفاش حامله؟ قال له لا راه ما يمكنش. 99% انت ما كتولدش، يعني 1% اللي بامكانك تولد، 1% وخصك تتبع العلاج.
يعني شوف ما فهم حتى شي لعبه هو. قال له اسمح لي انا غنمشي. المهم مشى، بدا كيهضر مع اختنا، كيقول لها كيفاش قلتي لي حامله وما حامله. بدا كيزيرها الاخوان، زيرها. قال لها انت دابا واش ضحكتي عليا ولا هادي؟ قالت له اسمع انا ما ضحكت عليك ما والو وكذا وهادي، وكنبغيك وانا كذا وانا احسن لك من مراتك وكذا. قال لها واش انت فعلا ضحكتي عليا؟ واعترفت ليه في الاخر، قالت له انا كنبغيك وانا فعلا ما حاملاش منك، ولكن يعني هي طامعه في حوايج اخرين الاخوان، طامعه في حوايج اخرين. وهي جالسه كتكذب عليه، هو جالس كيسمع عليها. حتى شويه دخلات الزوجه ديالو الاخوان، دخلات الزوجه ديالو قالت له هذه هي مع من كتخوني، مع صاحبتي وكذا، وبدلتيني بصاحبتي، وانت اصلا اللي فيك العيب، وانا صابره معاك على الحلوه والحاره والحلوه والحاره وكذا وهذه، وكيفاش تبدلني بصاحبتي وهذه. شوف كيفاش دابا الديكور الاخوان. يعني شوف شنو قالت ليه، يعني هو قال لها صافي انا ما كنا، ولكن هي راه ديجا طلبات الطلاق ديالها. قال لها انا سمحي لي وظلمتك وكذا. قالت لها انا تنطلب الطلاق ديالي. يعني المراه طلبات الطلاق، رفعت عليه الدعوه ديال الطلاق الاخوان. يعني قالت له ما يمكنش نكمل حياتي مع واحد بحالك، يعني واحد خائن بحالك. ورمات له الورقه ديال الطلاق، هي اللي طلقاته. بارطاج المتابعه، واش كان كيستاهل هذه النهايه ولا لا؟ بارطاج المتابعه.